بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس السادس في الورشة بتاعتنا. طبعا يعني معذرة للناس، احنا اتأخرنا شوية طبعا بسبب احنا في آخر رمضان والعشرة الأخرى الواحد يعني بيكون بس مضغوط شوية. ربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله يا رب. النهاردة هنكمل. وصلنا لكده أو أنا ممكن كملت على الموديل شوية، عملت الكورنيشن اللي كنت طالبها من الناس إنها تعملها، وجيت في السقف هنا فوق السرير بدأت إن أنا أعمل حاجة زي كده. برضو لو حبينا نقول السقف ده عملناه ازاي، انا ممكن ناخد كوبي من الارضية نفسها لفوق بالشكل ده ككوبي. بعد كده ممكن نبتدي نيجي نمسك البولوجن اللي فوق دوت وكنترول ونكليك على الإدجات، يقوم يمسك لي الإدجات الخارجية، أقول له كليك يمين اعمل لي شيب منها وخليه لينير، ونبتدي ناخد الكلام ده نمسحه. أصبح عندي دلوقتي الأوت لاين الخاص بالسقف. خلينا ناخده بعيد لأن أنا خلاص عملته، لكن بوضح للناس الفكرة. وليكن مثلا أنا هبتدي أظهر الواير فريم علشان أشوف السرير بتاعي فين، وابتدي أجي أرسم ريكتانجل فوق السرير، وليكن مثلا حاجة شبه كده، ونبتدي نمسك السبلاين دوت نعمل له أتاش مع السبلاين التاني. طبعا لو جيت في الفرونت زد هلاقي إن هما متباعدين عن بعض، فهبتدي أمسك السبلاين دوت. تمام، هنبتدي نمسك السبلاين ده ونبتدي نشوف هو على ارتفاع قد ايه. ناخد الكلام ده كنترول سي كوبي ونبتدي نمسك الكلام دوت ننسخه هنا. اذا هما دلوقتي اصبحوا على نفس الارتفاع. نبتدي نحرك الكلام دوت او نجيب توب زد برضو، نبتدي نعدل الكلام ده بالشكل ده. ممكن برضو نتأكد بإننا ناخد كل النقط ونبتدي نقف في الفرونت ونقول له حول لي كل الكلام دوت لكورنر، عشان شايف إن في نقط بزيادة. نخلي برضو الكلام دوت في النص ونعمل سكيل بحيث إن النقط كلها تكون على خط واحد. وأنا لما أجي أديله اكسترود هلاقي إن هو طالع معايا مفيش فيه مش أي مشكلة. بعد كده هنبتدي نديله قيمة الاكسترود المطلوبة بالنسبة لنا قد إيه. مثلا نبتدي نقول له خليها لنا عبارة عن حاجة مثلا بالشكل ده، وممكن نحول الكلام ده إيديت بولي ونبتدي ناخد الإدجات الخارجية هنا نخليها برضو عبارة عن شيب. كليك يمين كريت شيب ونبتدي نقول له الشيب دوت مشيلي عليه كورنيشة من الكورنيش الخاصة بالسكريبت بتاعنا. فهنبتدي نوصل للنتيجة اللي احنا شايفينها هناك. لما هاجي امسح دلوقتي هلاقيه مسح معايا عادي مفيش مشكلة، عشان الكلام دوت متاخد كوبي. لو جينا نبص دلوقتي هنلاقي إن إحنا عملنا الكورنيشة بحيث إنها تغطي المسافة دي كلها، كبرناها في السكيل واخترنا كورنيشة تكون مناسبة. ممكن نبتدي نجيب يعني مثلا نجفة معينة نحطها هنا مفيش مانع، لكن بصراحة النهاردة عايزين نشرح جزئية مهمة وهي تسطيب البلجن الخاص بالريندر. هو بلجن اسمه سوليد روك. البلجن دوت إلى حد ما بيوفر لك إعدادات ريندر جاهزة، بيوفر لك إمكانية لتظبيط الإعدادات بشكل كويس والتحكم في أبعاد الصورة. يعني بالسكريبت دوت هنقدر إن احنا نستغني خالص عن القائمة الخاصة بالسيت اب هنا. خلينا نشوف التسطيب بتاع السكريبت دوت هيمشي ازاي، والسكريبت برضو الخاص بالماتيريال هيكون ماشي ازاي معانا. طبعا الحاجات دي كلها التظبيطات دي كلها متاحة للناس إنها تشتغل فيها. خلينا نجيب وضعية برسبكتيف زد ونبتدي برضو نشوف التعديلات اللي عندنا هنا.
خلينا نبتدي في تسطيب السكريبت اللي احنا هنشتغل بيه. آه، هنبتدي نيجي هنا، والسكريبتات ديت خاصة بكل نسخة أو بتدعم بعض نسخ الماكس مش كله. موجودة هنا حاجات الخاصة ب2013 فولدر، ودي عندنا الاتنين دول. لكن الساين شيدر نزل منه نسخة أحدث اللي هي المفروض النسخة دي. تمام. هنا عندي فيديو ازاي ان احنا نبتدي نعمل سيت اب للكلام دوت، لكن هو بسيط. لو احنا نركز هنلاقي ان كل اللي مطلوب مننا هو التالي. نبتدي ندخل هنا ونعمل سيت اب عادي. بصراحة السكريبت ده تقريبا انا مسطبه عندي، لكن هنقول الفكرة العامة. هنا هنعمل براوز، نروح نختار الفولدر الخاص بماكس 2013، وبعد كده نقول له نيكست عادي، مفيش اي مشكلة. لحد ما نقول له في الاخر خالص فينيش، ما يخلص خالص معانا. دي اول حاجة خالص هو بيقول لي عليها في التكست هنا. هنبتدي نقول له انستول وسلكت الباص الخاص بالماكس بتاعك. تمام. حرك كل الصور اللي موجودة في فولدر الماب. في فولدر هتلاقيه موجود على السي عندك في المسار ده اللي هو سي كذا. ممكن اخد المسار دوت وابتدي ادخل هنا معايا، وابتدي اعمل له نسخ هنا بيست، وابتدي اقول له انتر. ابتدي يفتح لي المسار ده. هو فعلا مسار على السي زي ما احنا شايفين. هنفتح هنا هنلاقي الفولدر ده جواه مابس. هنبتدي ننسخ الماتيريال كلها اللي موجودة مع السكريبت. نلاقي فولدر نازل معانا هنا اسمه ماب. هنبتدي ناخد الكلام ده كله كنترول سي، ونبتدي أو نروح هنا، ننسخ كل الماتيريالات دي. تمام. دي تاني حاجة بنبتدي نعملها في التسطيب. بعد كده هيقول لنا انسخ الملف اللي اسمه كذا في المسار كذا. في ملف هو عطولنا ده مهم أوي أوي إن احنا ننقله. اللي هو الملف ده حضرتك هتاخده كوبي بعد ما خلاص نقلت الماتيريال وخلصت المرحلة دي. تبتدي تاخد الكلام ده كوبي وتروح على الماكس اللي هو ممكن توصل له بسهولة بإنك تعمل كليك يمين بروبرتيز وتقول له اوبن فايل لوكيشن. من هنا هنلاقي هنا عندنا فولدر اسمه مايكرو سكريبت. لو وقفنا كده هنا حتى بعيد وبدأنا نقول حرف الام هنلاقيه واقف عليها اهو أول حاجة خالص. وبعد كده نبتدي ننسخ الكلام دوت. أنا نسخه قبل كده، نبتدي ننسخه هنا. تمام. بمجرد ما بنخلص حاجة زي كده يبتدي يقول لي روح على قائمة كاستمايز وابتدي طلع الكلام دوت على الديسكتوب عندك. هتلاقيها اسمها ساين شيدر. فهنبتدي نروح على الماكس بعد الكلام دوت، ونيجي هنا على كاستمايز نقول له كاستمايز يوزر انترفيس، ونقول له هات لي التول بير، ونقول له من التول بير هات لي الكاتيجوري الخاصة ب الساين شيدر اهي. نبتدي نلاقي انا كنت مسطب النسخة القديمة ودي الجديدة. هنبتدي نسحبها عندنا هنا، ونبتدي نقول له سيف لي اللي اوت دوت بأي اسم أو فوق أي واحد من اللي موجودين. ونبتدي نقول له يفتح لنا الكلام دوت. ألاقي إن هو بيفتح لي الماتيريالات دي كلها، مقسمها لي أقسام وبيعرضها بطريقة أحسن من الطريقة القديمة. ميتال، دي حاجات خاصة بالميتال كل واحد بنقف عليه بيبتدي يطلع لنا زي ما احنا شايفين ماتيريالات كتير ومعروضة بشكل كويس نقدر نتحكم فيها من هنا حجمها. بعد كده هنلاقي عندنا سيراميك وجلد وحجر وماربل وكونكريت وكاربنت دهن العربيات، وعندنا الليكويد السوائل، وعندنا الحيطان. لما الشاشة بتطول معاك كده ومبتقدرش ان انت تكمل بتبتدي تيجي هنا عندك اوبشن جميل ان انت تبتدي تعمل ماكسمايز ومينيمايز. نبتدي نقفل الكلام دوت. عندنا الباركيه الحاجات الخاصة بالخشب، عندنا جيوستون، وعندنا الكلوز والبلاستيك ضافوه جديد في النسخة دي.
المهم خلاص احنا كده عملنا تسطيب. الطريقة ازاي ان انا انزل اي ماتيريال من دول عندي على سلوت في الماكس. هنبتدي نفتح قائمة الماتيريال اللي هي اختصارتها على الكيبورد حرف الام، ونقف على اي سلوت فاضي عايزين ننزل عليه ماتيريال من الماتيريالات الجاهزة دي. وليكن مثلا عايزين ننزل جلاس، نبتدي نقول له هات لي قسم الاركتكت او قسم الاوبجكت، ونبتدي بيقول لي هنا سن سيرفيس، هنبتدي نقول له assign material. بمجرد ما انا واقف على السلوت تبتدي هي تنزل على السلوت عندي. دي اعداداتها نازله اوتوماتيك طبعا جاهزه على طول، تبتدي انت تستخدمها عندك في الفايل بتاعك. لو انت عندك ازاز مثلا في مكان معين عايز تستخدمه هنا. احنا بنشرح حاليا بس الاستخدام. الطبيعي ان احنا لو مثلا الماتيريال دي في الماكس احنا مستخدمينها في المشهد، تمام، او خلينا مثلا نعمل بيك اهو عشان تبقى الدنيا واضحه. الماتيريال دي احنا مستخدمينها في المشهد فعلا، اللي هي الماتيريال الستاندرد اللي انا لو غيرت لونها دلوقتي الموديل كله بيتغير. الماتيريال دي الطبيعي لو انا جيت من هي ستاندرد من هنا وابتديت ان انا اغيرها لماتيريال مثلا وليكن ماتيريال في راي، الاقي ان الموديل كله اتغير وخد الخصائص الجديده بتاعه الماتيريال دي. ولو انا عدلت فيها طبعا التعديل هيتم عليها خلاص. طيب انت ليه بتقول لنا حاجه زي كده؟ انا عايز اقول لك بس ان احنا لو جينا فوق السلوت دوت، الطبيعي ان انت لما بتخش تغير من هنا بيغير الماتيريال وتنزل ماتيريال تانية في المشهد. لكن السكريبت لو انت نزلت ماتيريال فوق ماتيريال موجودة في المشهد، يعني عايز ماتيريال من هنا تنزل فوق ماتيريال موجودة في المشهد، مش هتغير لك السين، هتفضل دي موجودة في السين، لكن الماتيريال الجديدة هتنزل هنا بدون تعديل. هتقولي طب ده حاجة مش كويسة. لا، هي حاجة كويسة طبعا ان احنا نقدر ان احنا نضاعف عدد السلوتات بتاعتنا بالطريقه دي. ان انا كل السلوتات مستخدمها كلها مش هقعد اعمل لها ديليت، انا هبتدي انزل فوقها ماتريالات من دي، والقديم هيفضل موجود في المشهد، اقدر ان انا اعمل له بيك واستخدمه تاني. وليكن مثلا نبتدي نيجي على ستون، ومن ستون نجيب ماربل. دي طبعا احد الطرق اللي احنا نقدر نعمل بيها ماتيريال. في طريقتين كمان او ثلاثة هنبتدي برضو نقول عليهم. وليكن مثلا جبنا ماربل، مفيش اي تغيير حصل في الماتيريال الخاصة بيه اللون اللي احنا كنا مستخدمينه خالص زي ما احنا شايفين، فنقدر نبتدي نستخدم ده من جديد، ونقدر نرجع تاني للماتيريال القديمة بالبيك زي ما احنا شايفين. دي اول طريقة اللي هي طريقة السكريبت، حبيت ابدأ بيها عشان نشوف السيت اب هيكون ماشي ازاي. بعد كده هنقول ان في طريقة تانية لينا برضو نقدر نستخدمها في الماتيريال، وهي الارك شيدر. دي ساين شيدر، لكن في ماتيريالات تانية خاصة بالساين شيدر. الارك شيدر، تمام. دي ساين شيدر والتانية اسمها ارك شيدر. مش مهم المسميات، المهم ان احنا نعرف نستخدم الكلام دوت. هنلاقيهم عندنا هنا ارك شيدر فوليوم 1 و2. دي عبارة عن زي السكريبت كده برضو، حاجة متقسمة. كاربنت دي جواها ماتيريالات كتير، سيراميك برضو ماتيريالات كتير، وهكذا. وعندنا فوليوم التاني فيه برضو الحاجات دي. ودي بي دي اف بي الكلام دوت كله يوريك الماتيريالات ديت عرض ليها. لكن طبعا السكريبت اسهل كتير لانه بيعرض لك، وفي نفس الوقت بتقدر تنزل الماتيريال مباشرة. لكن هنا موضوع البي دي اف دوت برضو مش وحش. طريقة السيت اب في ناس بتسطبه بأكتر من طريقة. أنا كل اللي بعمله إن أنا كان نازل معايا فولدر هنا خاص بالماتيريال، هتلاقيه نازل معاك لما تبتدي تنزل الكلام دوت. هتلاقي فيه فولدر اسمه مابس نازل معاك، كل الماتيريالات أو الصور اللي هو مستخدمها في الماتيريالات دي كلها نازلة معاك في فولدر. هتاخدها كوبي وتبتدي تنسخها في فولدر ما. الفولدر ده أنت تعرف مسار الماكس عليه. أنا مثلا هنا ناسخ في ماب 2. ده مثلا فولدر كبير فيه ماتريالات كتير، حوالي 10 جيجا مثلا صور. بس دي صور كل حاجة أنا عايز أعرفها للماكس، ونبتدي ناخد المسار ده نعرفه للماكس أوتوماتيك. نقول له إنها لما أنزل لك بلوك فيه صور أو في ماتريالات فيها صور، روح دور على الصور بتاعتك دي في الفولدر ده. فهنيجي نقول له من Customize Configure User Path External File Add.
ونبتدي نضيف المسار بتاعنا هنا تحت ونقول له add sub buses. دي لو جوه فولدر، لو الفولدر ده نفسه اللي انت عايز تعرفه جواه فولدرز تانية وعايز برضو يخش يدور جوه الفولدر التانية دي، بتبتدي تعلم على add sub buses. add sub buses تمام. use bus هيبتدي ياخد الكلام ده معاه، نقول له اوكي. ابقى دور في الفولدر ده معاك على الصور الخاصة بالماتيريال. دلوقتي لو ابتديت عايز انزل حاجة من الارك شيدر، هاجي من ستاندرد اقول له open material library واروح على الارك شيدر اللي عندي دول واختار منهم اللي انا عايزه، وليكن انا عايز البريك. ابتدي اقول له وريني الماتيريالات دي، طبعا نازله معايا بالصور بتاعتها. ببتدي اكليك على البار اللي فوق ده، اقول له ما تورينيش السب تري لتقسيمات الماتيريال. ابتدي اقول له من هنا اظهرها لي حاجه ميديوم، فيبتدي هنا برضو يعرضها قدامي بالشكل ده. اقدر ان انا اختار اي ماتيريال وابتدي اقول له اوكي، تبتدي تنزل معايا هنا، اقدر استخدمها على طول في المشهد عندي. اذا اصبحت الماتيريالات هي كلها حاجات جاهزه زي ما احنا شايفين، وباكتر من طريقه نقدر نجيب ماتيريالات كتير. ما نبتديش احنا نكريت ماتيريال بايدينا يعني ولا حاجه، لو او هو الموضوع بسيط حتى لو ابتدينا نكريت احنا ماتيريال، لكن خلينا نقول الحاجات اللي تسعى في الناس اكتر. وتعليم الماتيريال نفسه ده ممكن يكون خاص بشغل كورس يعني. طيب دي الطريقه التانية. عندنا كمان طريقه وهي ان انت تنزل ماتيريالات من على النت. وبصراحه انا في موقع اسمه فيري ماتيريال او ماتيريال فيري دوت دي اي. ماتيريال فيري دوت دي اي. ناخد الكلام ده كوبي وخلينا ننسخه هنا. جوجل قول له بحث، نجيب لنا هنا الموقع ده. طبعا نقدر ننزل من على اكتر من موقع، لكن الموقع ده الى حد ما طبعا فيه ماتيريالات محترمة جدا زي ما احنا شايفين، وعددهم واسم الماتيريال ايه اللي انت عايز تبتدي تعمل لها داونلود. فتقدر تعمل ريجستر من هنا. تمام. انا تقريبا كنت مسجل عليه، مش عارف هو ما عملش لوج ان مباشرة ليه، ممكن يكون من المحرك التاني. المهم هنعمل ريجستر من هنا، تبتدي تسجل الكلام دوت يوزر نيم وباسورد. تمام. تمام. نبتدي نيجي هنا ننسخ الكلام ده تاني في البحث ونقول له يورينا النتيجة. تقريبا هنا هيعمل لوج ان. طيب هو يفتح هنا اهو. هنقدر ان احنا ندخل على اي قسم من الاقسام دي، وليكن مثلا ديرتي وول بريك. الناس بقى اللي بتحب انها ترندر المبنى على انه قديم والحاجات دي، هنا اللوج ان الخاص بيا، هنقول له اوكي. وهنا نقدر نقول له كل الماتيريال، ونبتدي نختار بقى القسم اللي احنا عايزينه من هنا. وليكن عايزين ننزل وليكن ستون، او عايز تسرش عن اسم ماتيريال معينة. من هنا يقولك سورت باي. الحاجات دي كلها مش هتفرق كتير الحاجات دي. خلينا نشوف ماتيريال وليكن زي دي كمثال. نبتدي نقول له من هنا داونلود. هيبتدي يدون لي الماتيريال دي. هنشوف عايزين ندون الكلام ده فين. هنا ماشي مفيش مشكلة. وابتدي اقول له ستارت للداونلود. خلاص الماتيريال دي هو دونها معايا هنا. هنلاقي ان انا اقدر مثلا ابتدي اطلع على الحاجات الخاصة بالمضغوطة، ونيجي على ماتيريال زي الجراس دي مثلا، افك الضغط بتاعها، الاقي ان هو بيديني
خلينا ناخده الفولدر لوحده عشان الفك بتاعه ما يضيعش مع الفولدرز التانية. وخلينا نفك الكلام دوت عندنا هنا. هنلاقي بيديني ماتيريال بامتداد مات. فلما انا ببتدي اخد سلوت زي دوت واقول له من هنا انا عايز افتح ماتيريال جديدة، بلاقيه هو بيدور على امتدادات مات وماكس. فهنروح على امتداد مات اللي هو اختصار ماتيريال ونبتدي نشوف الكلام دوت هنا. اقول له هي الماتيريال دي، فاوتوماتيك يبتدي يفتح لي هنا برضو الجراس عندي ماتيريالتين. فابتدي اقول له اظهر لي الكلام ده لارج، فيبتدي الاقي عندي هنا ماتيريال مثلا زي دي، فابتدي استخدمها معايا اوتوماتيك في المشهد برضو. طبعا دي كانت امثله مش ماتيريالات خاصه بينا. اقدر ان انا اخد اي ماتيريال من دول وامسحها خالص لاني مش هستخدمها، لكن احنا بنقول على الطريقه العامه ماشيه ازاي في الماتيريال. نقدر بالثلاث طرق دول او ان احنا نكريت ماتيريال بايدينا. طبعا يدينا امكانيه لمكتبه كبيره من الماتيريالات، نبتدي نعمل ماتيريالات عندنا هنا. ومش شرط ان انا استخدم الماتيريال زي ما هي، ممكن لو انا كويس في الماتيريالات ابتدي اعدل عليها انا واوصل منها للي انا عايزه. وليكن عندي ماتيريال زي دي، الحاجات الخاصة بالسيراميك، هو عاملها على انها سيراميك، فاعطيك الوان للسيراميك ده. وطبعا سيراميك سادة زي ما احنا شايفين. ممكن الالوان دي نستخدمها كالوان بينت دهانات. فبمجرد ما انا هدخل على الماتيريال دي وابتدي اخد منها اللون اللي انا عايزه، ممكن وابتدي لو انا عايز نفس الدرجة دي ابتدي ان انا اقول له يحول لي الكلام ده الماتيريال فيري عادية، وابتدي انا انسخ فيها اللون دوت. فوصلت للون اللي انا عايزه كدهان برضو من وسط الحاجات دي. او ممكن ان انا انزل الكلام ده وابتدي الغي منه بعض خصائص زي مثلا الانعكاسات اللي فيه، القيم بتاعة البوليسنس دي نرجعها واحد، نغير هنا الكلام ده نخليه 10. تمام. نبتدي برضو ندخل على الجزء التاني لان دي ماتيريال بلند، ونبتدي برضو نعدل في الكلام دوت. خلاص انا كده خليتها برضو دهان، اقدر ان انا استخدمها بدون الانعكاسات اللي فيها. تمام. دي جزئية برضو كويسة للناس. طبعا تنسيق بقى الألوان مع بعضها دي حاجة ترجع طبعا للسين وطبيعته وذوق كل واحد فينا، لكن أنا حاليا عايز الناس تبتدي تسطب الكلام ده الأول وأطمن إن هي مسطباهم، ونبتدي نشوف عليهم تطبيقات من الفيديو الجاي. ده السكريبت الخاص بالماتيريال. طيب السكريبت الخاص بالريندر، هو بيسرع وقت الريندر، بيقولوا للنص الوقت. هو فعلا سريع بيسرعه، وفي نفس الوقت هو بيقلل جودة المابع علشان يسرع الريندر. في بعض الاوبشنز فيه ان انت تحافظ على جودة الماتيريال، لكن خلينا نقول كده طريقة التسطيب ازاي. هنلاقي عندنا ده نسخة منه خاصة ب 2013. بصراحة مش عارف دي احدث حاجة ولا في حاجة احدث نزلت. دي 98 وهنا 99. طيب خلينا في دي. طريقة السيت اب بتاعته بسيطة، مش مفيش فيها حاجة. في برضو ليها فيديو تقريبا معايا ازاي نبتدي نعمل سيت اب للكلام ده من هنا تقريبا. لا هنا بيشرح السكريبت نفسه تقريبا من هنا. لا ده برضو استخدام ليه. طيب خلينا نشوف هنا المعلومات اللي هو بيقول عليها. نبتدي نعمل سيت اب، اكسبت وانستول، ونبتدي هنا نختار
المسار الخاص بالماكس 2013. نقول اوكي انستول. تمام. نبتدي ناخد الملف ده كوبي، ونروح على السي، ونروح هنا نقول له هات لي الماكس 2013، ونروح على السكريبتات نبتدي ننسخ فيه الكلام ده. والبلجنز سوليد روك نزل له هنا الفولدر بتاعه، مجموعة بريسيت جاهزة بتتحكم فيها برضو. خلينا برضو ننسخه في البلجن هنا احتياطي، ونبتدي ندخل على الماكس. لو انت عملت تعديل في الموديل هتبتدي تسيب شغلك وتقفل الماكس وتفتحه تاني علشان ياخد في اعتباره السوليد روك في ملفات السي اللي عنده. بالنسبة للداونلود هو ممكن هيكون بقى المشكلة، لأن بصراحة الحاجات دي أنا دونتها من تورنتات قديمة، مش عارف هل هنقدر نوصل ليها دلوقتي ولا لأ، لكن خلينا برضو نسرش كده قدام الناس على الكلام ده بعد ما نخلص بس التسطيب عشان الناس متتشتتش. إن شاء الله يكون الفيديو ده خاص بالسيت اب بس عشان الناس تحمل وتجهز، ما تبقى جاهزة إن شاء الله الفيديو الجاي. السوليد روك ده بسيط جدا، مفيش فيه مساحة يعني إنك تدونها، لكن ممكن هو الفولدر الخاص بيه سكريبت الماتيريال أو البلجن الخاص بالماتيريال بتاعة الساين شيدر هو اللي كبير شوية لأن الماتيريالات بتاعته كتير. هنبتدي دلوقتي نشوف ازاي هنفعل معانا السوليد روك. هنبتدي نيجي هنا من قائمة كاستمايز، من قائمة ماكس سكريبت نقول له ران سكريبت، هيفتح على قائمة السكريبت الخاصة بفولدر الماكس. هنقول له هنا اعمل لي اوبن للكلام ده. هنيجي من هنا نقول له تاني ران سكريبت، ونروح نعمل له ران من مكانه اللي انت حاطه فيه السي عندك او الدي، يعني احنا كنا نسخناه في السي فعملنا له ران مرة من السي، ومن هنا كمان نعمل له ران من هنا 2013 واجي سوليد. احنا سطبنا من هنا نعمل ران للفولدر ده كمان. نيجي من كاستمايز يوزر انترفيس، ونبتدي ندخل برضو على التول بيرز وبنقول كوماند، نبتدي ننزل هنلاقي عندنا تول اسمها سابر بتول ساين شيدر اهي، هنلاقي موجود جواها السوليد روك. هنبتدي برضو نشده هنا ونقول له برضو يسيف لنا اللي اوت ده، ونبتدي نفتح السوليد روك معانا لأول مرة. هنلاقي ان شاء الله فتح على طول. لو الناس بتعمل ران سكريبت من على السي بس بيقابلها مشكلة وبيقعد يقول لها رقم اكتف وحاجات كده، لكن يعني الناس تعمل زي ما انا عملت كده ان شاء الله هيتفاعل معاها على طول. السوليد روك بنبتدي ان احنا نعمل القوائم بتاعته ماكسمايز ومينيمايز من ريديوس. عندي اكتر من قائمة لو فعلناهم كلهم كده ناخد عنهم فكرة سريعا. خلينا نبتدي بالقائمة الأولى اللي هي دي قائمة خاصة إن إحنا نديله مجموعة أوبشنز، زي إن إحنا نسيف آخر إعدادات للسوليد روك،
ان احنا نرجع نعمل ريسيت للفي تاني، ان احنا نعمل اوبتمايزيشن للماتريالات وللإضاءات علشان تتناسب مع البرنامج. عندي هنا الحاجات الخاصة بالريزوليوشن، نقاء الصورة. نبتدي نعمل لوك من هنا، نظهر السيف فريم من هنا. الانفايرومنت الخاصة بالبرنامج هنا، الباك جراوند برضو تبتدي تحط باك جراوند وبعد كده تظهر الانفايرومنت. من هنا نقدر ان احنا نكبر السايز اوتوماتيك بمجرد ما بنيجي هنا. هنا بيديك كذا اوبشن للابعاد اللي هي موجودة كتمبلت جاهزة جوه الماكس برضو، فهو لامم لك معظم الكلام في القائمة هنا. عندي هنا دي يعني مستويات للريندر، انت بتختار المستوى اللي انت عايزه، كل ما بتنزل لتحت كل ما بيعلى. ده البريسيت نفسه اللي انت هتستخدمه، بترندر اكستيريور ولا انتيريور، تبتدي تختار من هنا، تختار الجودة اللي انت عايزها. طبعا التغيير في دي بيغير في قيم كتير في اعدادات الريندر، لكن انت مجرد بتتعامل بشكل خارجي مع الهيكل دوت، وهو بيظبط الكلام ده لوحده. عندنا هنا لو انت يعني واقف في مشهد فيه كاميرا او عايز تمسك الكاميرا، تبتدي تقول له من هنا يعمل سيلكت. هنا بيبتدي يقول لك يظهر لك اخر صورة اترندرت. من هنا الحاجات الخاصة بالإليمنت، لو انت حابب تطلع مجموعة حاجات هي اللي تترندر فقط. هنا بعض بقى الأوبشنز الخاصة بتظبيط الريندر نفسه، Enable Distributed Render، ومن هنا Enable الباك بيرنر. طبعا باك بيرنر دي طريقة تانية للسيت اب. هنا عندي السيف، طريقة تانية للريندر. الباك بيرنر في ناس بترندر بيه، بيكون معتمد على كارت الشاشة يعني. هنا الجزء ده خاص بالريجون، لو انت عايز ترندر حتة معينة تطفي الريجون او تفعله. تبتدي تقول له ريندر من هنا، رندر لي بربع الحجم بس، نص الحجم كتست. من هنا اعمل لي اوتو سيف اوتوماتيك، واديني المسار من هنا سيف فيه اوتوماتيك. ومن هنا بعد ما يخلص نبتدي نقول له ورينا اللي انت رندرته وسيفته. من هنا قيمة الجاما نقدر نتحكم فيها، لو شلنا الكلام ده يبقى هو هياخد في اعتباره اليوزر جاما اللي انت بتدخلها في الاعدادات عندك هنا، اللي انت بتدخلها في الكالر مابنج عندك الجاما هنا، يبتدي هو يحسب بالجاما بتاعة المشهد مش بتاعته. من هنا ممكن تقول له ميني بريفيو، فبيرندر لك هنا السين ريندر سريع مصغر علشان تبص على الدنيا اخبارها ايه. عندي هنا ممكن اوتو اكسبوجر، يبتدي يعالج لك الصورة بعد ما تترندر بشوية حاجات. هنا 3 خصائص دول بيعالج لك شوية حاجات في الصورة. من هنا الكالر مابنج اخباره ايه بالنسبة لك، تبتدي تتحول ما بين اكسبوننشال ولينير. هل اتفكت الباك جراوند اللي انت حاطه ولا لا. الكلي مود، لو انت حابب تخلي الموديل كله ماتيريال واحدة تبتدي تديها له هنا. لايت كاش تول، هتعمل لها شير. الحاجات دي مش مهمة قوي، وديت معلومات عن الاباوت اللي هو السكريبت نفسه. هنا عندي برضو خصائص، هل هتفعل البفر فريم الخاص بالماكس ولا الفي راي، عايز تفعل الفلتر ده ولا لا، حجم المربع اللي هيرندر، الطريقة اللي هيرندر بيها، موفر لي اكتر من طريقة. من هنا لو حبينا ان احنا اهو بيقول لي ان احنا لو عايزين نخلي الماكس ما يستغلش البروسيسور كله، علشان في عمليات تانية انت بتعملها مع الماكس، فالماكس ما يتقلش الجهاز منك. من هنا الدايناميك ليميت خاصة بالرامات، قد ايه يستهلك من الرامات في الريندر. هنا يبتدي يفعل الموضوع الخاص بالجلوسنس، الريفلكت والريفراكت امتى. فهنا بيقول لي لما هيكون القيمة الخاصة في الجلوسنس هتكون أقل من 8/10، عشان ياخد في اعتباره الحسابات دي. طبعا احنا نقدر ندخل هنا نعدل في القيم دي كلها الخاصة بالحاجات دي، فنقدر نعدل في كل القيم بتاعته. هنا بيقول لي اوبن الماكس، لو احنا عايزين نفتحه نفسه الماكس نبتدي نعدل القيم اللي فيه. وهنا القيم اوتوماتيك لممها لي كلها عندي هنا، فممكن نبتدي نعدل
قيمة الجلوسي اوتو ماتيريال هنا اهو. الكلمة دي بتساويها بالظبط القيمة اللي هو بيقول لي عليها هنا. لو احنا حابين نغير الكلام دوت يبتدي يكون في جلوسنس للماتيريال لما انت تديها قيمة اقل من كام، فده اوبشن هو موفرهولك. بعد كده هنلاقي عندنا دي برضو حاجات متفعلة للأوبتمايزيشن، للتعديلات على الصورة نفسها. بس مش أكتر من كده يعني، دي معرفة كده بسيطة. هنا موفر لي برضو قائمة خاصة بالكرييت، بنكريت بيها مجموعة جيومتري ومجموعة لايت ومجموعة كاميرات. كل الحاجات دي نقدر نوصل لها طبعا من الفيري نفسه. ده السكريبت أباوت عنه. ماشي. خلاص ده فعلناه. آخر قائمة خالص دي قائمة خاصة بالأنيميشن. لو أنت عندك أنيميشن بتبتدي تظبط الإعدادات بتاعته من هنا. وده إن شاء الله احتمال يعني أعمل له أنا درس كده خاص بيه لوحده، نشوف ممكن نعمل أنيميشن إزاي حوالين موديل في الماكس. والطريقة هنا بسيطة جدا. وإزاي نروح على الأفتر إفكت نشوف إزاي نطلع من مجموعة الصور دي فيديو، لكن ده يكون فيديو أدفانسد شوية. خلينا يعني نعمله قدام شوية. احنا كده خلصنا السيت اب للكلام دوت. يبقى احنا استخدمنا في الورشة بتاعتنا حتى الآن السكريبتات دي كلها، وعندنا برضو السكريبت الخاص بالكورنيشة الناس برضو تسطبوا معاها. دي طبعا كلها تول بتساعدنا في الشغل بتاعنا. انا مش عايز اطول على الناس، لكن خلينا نسرش على الحاجات اللي احنا عايزين نعمل لها داونلود دي ونشوف لها ملفات قدامكم، عشان الناس هتسأل كتير على الكلام دوت. نبتدي نيجي هنا ناخد الكلام دوت كوبي، ونيجي هنا نقول له تورنت للكلام ده، انتر. هنلاقي عندنا هو ده اللي انا منزل منه تقريبا. هنا ممكن يحولنا على فولدر موقع تاني. هنا الانتي فيروس ده بيقفل المواقع كتير. هنا فاتح معانا اهو. نبتدي نقول له من هنا دون لنا التورنت. نزل معانا التورنت. نبتدي نشغل التورنت يسطب معانا السوليد روك. Listen up for the next 5 minutes because I'm going to give you something for free. I'm going to share with you a deep kept secret that's going to... تمام. ده الأول. ده احنا يعني بندون قدام الناس اهو عشان ما يبقاش في مشاكل معاها. الساين شيدر التاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو هنا. نبتدي ناخد الكلام ده برضو كوبي وننسخ هنا، ونخلي البحث عن تورنت وفي. هنلاقيه هنا معانا اهو 263 وعاطيني أكتر من موقع. خلينا في الموقع ده بيكون عليه إقبال كبير. نبتدي نفتح الكلام دوت وندون التورنت ونبتدي نشغله على. هنلاقيه منزل معانا نفس نفس الماتريالات، نفس الفولدرات اللي انا محملها عندي. تمام. تبتدي الناس بقى تدون الكلام ده عندها، و ان شاء الله كده تخلص السيت اب. وبعد كده ان شاء الله نسجل بقى درس ازاي هنستخدم فيه السكريبتات دي كلها في المشهد الخاص بينا في الانتريور عندنا. لكن حبيت اخلي الفيديو ده منفصل عشان الناس كده تبقى ترجع له دايما سريعا في تسطيبات الحاجات دي كلها. احنا كده خلصنا، واشكركم والسلام عليكم.